أنا متطلقة وعايشة لوحدي، وكنت طول اليوم بكون في الشغل، ولما باجي بالليل باخد مع نفسي في اوضتي واقعد اقلب في التليفون واتفرج على فيديوهات. بس اللي كان بيشدني وبيلفت انتباهي هو صوت البواب مع مراته. كنت دايما بسمعهم من المنور. بصراحة كان الصوت ده بيخليني اعصابي تتعب، واقعد افتكر حاجات كانت بتحصل معايا انا وجوزي، قصدي طليقي. بس طبعا الحاجات دي مش زي اللي انا بسمعها. اي نعم انا ما شفتش، لكن من صوتها اكيد يعني حسيت وعرفت انه مش زي اللي كنا بنعمله. وفضلت بقى على الحال ده كل يوم بحب ان انا اسمعهم. بس ما اقدرش اقول لكم اللي كان بيحصل معايا ايه. مهما كنت اعمل ومهما كنت احاول ان انا ارتاح ما كنتش برضو بعرف. ما هو الصوت اللي انا كنت بسمعه مهما كنت احاول اعمل بعده بحس برضو ان انا ما عملتش حاجة، وارجع تاني اكون محتاجة. ومن هنا بدأت ان انا كنت عايزة اعرف يا ترى هو بيعمل لها ايه علشان تكون هي كده، واسمع صوتها بالطريقة دي. فكانت هي بتطلعلي علشان تساعدني في تنظيف الشقة، يعني ممكن في الاسبوع مرة او مرتين. وفي يوم كانت جاية علشان تساعدني في تنظيف الشقة، فانا اتعمدت يعني ان انا اسألها، بس حبيت اجيبها بطريقة مش مباشرة. وبقيت اقول لها عاملة ايه واخبارك ايه وجوزك اخباره ايه. بقيت تقولي والله تعبانة، وانا بقيت اقول لها معلش يعني في الكلمة، ايه الصوت اللي دايما بسمعه كل يوم ده بيكون في ايه؟ لان مفيش واحدة متجوزة بيكون صوتها عالي كده، فياريت تخلي بالك شوية. قالت لي اعمل ايه غصب عني، ما هو المشكلة ان هو عنده كبير. قمت انا بقول لها مع ان يعني شكله صغير. قالت لي لا، ما اقصدش كده، انا اقصد يعني انت اكيد فهماني. ساعتها بصت لها كده وقلت لها ايوه ايوه فهماكي، بس يعني هي دي حاجة وحشة؟ قالت لي ايوه وحشة قوي كمان، لان هو دايما بيكون عايزني ليل بقى نهار مش فارقة، وانا خلاص والله تعبت وما بقيتش قادرة ان انا اتحمل. قلت لها جايز يكون يعني بياخد حبوب او حاجة. قالت لي لا، هيجيب منين، هو حيلته ايه، وبعدين اصلا هو كده من يوم ما اتجوزته، هي دي طبيعته. قلت لها طيب ما دي حاجة كويسة والمفروض يعني تكوني مبسوطة. قالت لي لا، دي حاجة مش كويسة، بعدين انا مش بحب الموضوع ده خالص كتير، يعني كفاية عليا مرة في الاسبوع، انا مش من الستات اللي بتحب الموضوع ده كتير. فانا بصيت لها كده وسرحت شوية، قلت في بالي اه انا من نوع الستات اللي بيحب الحاجات دي كتير. وبعدها قالت لي انا بكون طول اليوم في الشغل وبرجع مهدودة، وهو بيكون يعني عايز كده على طول، وانا ما بقدرلوش. قلت في بالي يا بنت المحظوظة، يبقى انت معاكي ده وكمان مش قادرة ومش حباه. وهي عمالة تحكي من هنا، وانا بقيت مش على بعضي من هنا، وبقيت هتجنن واجرب حاجة زي دي. وهو جنبي مش بعيد عليا، هو ساعات يعني بتصل عليه واكتب له ورقة يجيب لي بيها طلبات، وساعات باجي اقول لها هي، بس هي بتبعته. فقلت دي بقى فرصتي. في يوم اتصلت عليه وكتبت له ورقة بالطلبات اللي انا محتاجاها، وهو راح علشان يجيبها. في اليوم ده انا كنت مظبطة نفسي ومظبطة الدنيا، وكنت لابسة هدوم النوم، هدوم واحدة يعني لابساها وداخلة تنام، مش رايحة يعني تفتح الباب لحد. ورحت وفتحت له، وهو بصراحة اول ما شافني تنح كده وفضل واقف باصصلي ومش بيتكلم. فانا قلت له في ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ قال لي لا ابدا. قلت له طيب محتاجة الحاجات دي كمان، معلش روح هاتها وتعال. واديت له ورقة بالطلبات. وانا ساعتها فهمت هو كان ماله، لان طبعا مراته على قدها خالص، واللي شافه مني اكيد ما شافوش قبل كده في حتة تانية.
ومفيش نص ساعة أو ساعة إلا ربع ولقيته جاي وبيخبط. بس المرة دي اتعمدت إن أنا أبين أكتر وأكتر، ورحت فتحتله وقلتله ادخل بقى حط الحاجات دي جوه على الرخامة. وكنا وقتها متأخر، كنا حوالي الساعة 3 بالليل، ولقيته بيقولي أعملك أي حاجة تاني؟ قلتله لأ، بس استنى اما اشوف انت جبت الحاجات صح ولا لأ. وساعتها اتعمدت ان انا اميل واعمل حركات تلفت نظره، وانا كنت متعمدة ان انا اعمل الحركات دي كلها، اميل وارجع. وكنت متعمدة كمان ان وانا برجع او بعدي ان انا اخبطه، وفعلا خبطت. بس المرة دي حسيت ان انا خبطت في عمود خرسانة. وبعدها بصيت له كده وقلت له مش تخلي بالك؟ لا انا اسف ما خدتش بالي. قلت له طب تعالى تعالى اما اعمل لك حاجة تشربها، اعمل لك عصير ولا شاي؟ وبعدين قعدت اسأله انت مالك كده؟ شكلك زي ما يكون متضايق، مالك؟ لقيته قال لي لا مفيش حاجة، هي بس مراتي يعني تعباني شوية. قلت له يعني مالها مراتك؟ ما هي زي الفل اهي ومعاك. لقيته بيقول لي هي فعلا معايا بس زي مش معايا. قلت له يعني ايه مش فاهم؟ قال لي يعني مراتي عمرها ما لبست اي حاجة زي اللي انت لابساها دي. بصيت له كده وضحكت وقلت له عجبك اللي انا لابساه؟ قال لي ايوه عجبني جدا. فقلت له يعني هو حلو عليا؟ قال لي جدا. قلت له طيب ما انا ممكن ادي واحد زيه لمراتك. قال لي لا، حتى لو اديتهولها مش هيبقى حلو عليها زي ما هو حلو عليكي. بصراحة انا مش حاسس ان انا متجوز واحدة، انا حاسس كان زي ما يكون متجوز واحد صاحبي عمرها ما لبست ولا عملت اي حاجة. وساعتها حسيت قد ايه هو كان بيتكلم باحساس، وان كل الكلام ده كان طالع من قلبه. ولقيته بيقولي انا خلاص تعبت. اول ما قالي كده حسيت ان انا كمان خلاص، وقعدت ابصله وهو كمان كان بيبصلي قوي. ومن هنا بدأت الحكاية بتاعتنا. ساعتها كنت حطيته في دماغي وقلت ان اللي في بالي لازم يحصل، لان هو كان حلو قوي، طول بعرض ووسيم ومهتم بنفسه. بصراحة يعني عايق في نفسه كده، وكنت دايما بتعمد ان انا الفت نظره بأي طريقة، وكنت ليل ونهار بفكر فيه. يعني بصراحة كان نفسي فيه جدا، وكنت كل ما اشوف اي فيلم او اي حاجة اتخيله هو قدامي، واتخيل ان انا دايما بكون معاه. وفي يوم كلمته وقلتله انا محتاجاك تطلع لي دلوقتي بس من غير ما حد ياخد باله. قال لي هو في حاجة ولا ايه؟ قلت لا بس تعالى عايزاك في حاجة، وعلشان يعني الوقت متأخر شوية فمنفعش ان حد ياخد باله وانت طالع. فقال لي خلاص ماشي. وفعلا طلع لي وخبط على الباب وفتحت له وانا كنت لابسة الروب وكده وقافلاه، وقعدنا نتكلم مع بعض. وقعد يعني يحكي لي قد ايه هو محروم، وان هو مش بيكون مبسوط، وان هو نفسه يتجوز واحدة تانية تكون حلوة وتكون يعني تقدر ان هي تبسطه زي ما هو هيبسطها. المهم بعد ما اخدنا الكلام قلت له بص هقولك على حاجة، انا مش بحب اللف والدوران. انا مراتك حكيت لي في مرة وهي عندي، فبصلي كده وقال لي حكيت لك ايه؟ قلت له حكيت لي على كل حاجة بينكم. بقولك ايه؟ قال لي قولي. قلت له تتجوزني؟ قال لي ايه؟ قلت له ايوه زي ما سمعت، تتجوزني؟ اتجوزك انتي؟ انتي فين وانا فين؟ قلت له ملوش لازمة الكلام ده، ايه انتي فين وانا فين ده؟ احنا كلنا زي بعض. تتجوزني؟ قال لي ما في. ايوه طبعا، هو انا طول؟ قلت له خلاص ماشي بس انا عندي شرط صغير. قال لي ايه؟ قلت له هنتجوز بس محدش يعرف. قال لي خلاص ماشي وانا موافق. قلت له خلاص يبقى نتجوز دلوقتي. قال لي دلوقتي؟ قلت له ايوه. وفعلا قمت وجبت ورقتين وكتبناهم، وانا خلاص كنت في الوقت ده كنت معدتش قادرة. وهو كمان من ساعة لما شافني بالمنظر ده وهو كمان كان مش على بعضه. ولقيته ساعتها اشتغلني من الصالة ودخل بيا لجوه الأوضة، وساعتها حصل بينا حاجات بصراحة
كنت أول مرة أجرب الإحساس ده في حياتي. إحساس حلو أوي، كان حنين أوي معايا في البداية. كنت مبسوطة أوي وأنا معاه في اللحظة دي، خلاني أحس بحاجات عمري ما حسيتها قبل كده خالص حتى مع طليقي. أنا كنت فاكرة إن يعني مفيش أكتر من اللي هو كان بيعمله معايا قبل كده، وإن أنا عمري ما أحس إحساس أكبر من كده. بس بصراحة هو أثبتلي العكس خالص، وأثبتلي إن هو فعلا جامد. مش جامد مثلا إن هو يوجعني أو كده، لأ، جامد بصراحة بطريقة عجبتني خالص. كان قوي كده ومخليني مبسوطة، هو كمان كان مبسوط. وكنت كل ما أقوله الكلام ده كان بيتبسط أكتر، وأحس إن المواضيع عنده بتزيد ولا إيه يعني، بيبقى أحسن أكتر وأكتر. بصراحة قضيت أحلى ليلة في حياتي، وطلع مني كل الحرمان بتاع السنين اللي أنا عشتها كلها لوحدي. ومن هنا ابتدت حكاية حبي للبواب، وكنت كل يوم في نفس الميعاد يطلعلي ويحصل بينا الموضوع ده. فضلنا على الحال ده فترة كبيرة، حوالي شهور، كل يوم يطلع ومحدش حس بينا خالص. كنت دايما حاسة ان انا مبسوطة، وقد ايه احساس ان انا متجوزة وفي حياتي راجل فعلا كان احساس حلو. وفضلت على الحال ده فترة لحد ما بدأت احس ان انا تعبانة، وبعدها رحت لدكتورة واتفاجئت ان انا حامل. معقول اكون حامل بعد السنين دي كلها؟ وكنت فرحانة قوي وطايرة من الفرح. وروحت وانا كنت فرحانة، بس بعدين قعدت مع نفسي وبقول هو انا فرحانة ليه؟ ده انا متجوزة في السر. ومتجوزة مين؟ ده البواب. معقول اكون متجوزة واخلف من بواب؟ ومن هنا خدت صدمة عمري، وحسيت ان انا اللي عملته ده ما كانش ينفع ان انا اعمله، وان ما كانش لازم اعمله من الاول. وبقيت عمالة افكر اعمل ايه واتصرف ازاي، خصوصا لما رحت للدكتورة وقالت لي ان ما ينفعش ان هو ينزل،